عنوان القصة: الصندوق المسحور. في إحدى القرى الصغيرة كان هناك رجل يدعى عمران، وكان معروفا ببخله الشديد. لم يكن يشارك أحدا في ماله، وكان دائما ما يحصي قروشه بحذر ويخفيها في صندوق قديم تحت سريره. ذات يوم، بينما كان عمران يتجول في السوق، صادف رجلا غريبا يرتدي عباءة سوداء وعيناه تلمعان بريقا غريبا. اقترب الرجل من عمران وقال بصوت هادئ: سمعت أنك تحب المال وتحرص عليه كثيرا. فرد عمران بفخر: هذا صحيح، المال هو أساس الحياة، ومن يملكه يملك القوة. ابتسم الرجل الغريب وقال: لدي لك عرضا لن تستطيع رفضه. هذا الصندوق المسحور سيجعل كل قطعة نقدية تضعها فيه تتضاعف بين ليلة وضحاها. كل ما عليك فعله هو أن تضع المال فيه وتغلقه بإحكام. اندهش عمران، وبدأت عينيه تلمعان بالطمع. وافق على الفور، وأخذ الصندوق معه إلى المنزل. تلك الليلة